هو مين قال ان احنا لازم نعمل فرح او نحتفل بس علشان الجواز؟ لا خلاص، دي بقت موضة قديمة. الجديد بقى ان بقى في حفلات للطلاق. هو انتم متخيلين؟ ايوه، اصل ليه لا؟ ده ترند جديد اسمه ديفورس بارتي. الموضوع ده بقى منتشر جدا على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. اصل الطلاق بدل ما يكون لحظة كلها حزن وتوتر، الناس قالت ليه ما نحولهاش للحظة سعيدة؟ نعمل بقى حفلة ونعزم صحابنا وقرايبنا ونحجز مكان حلو، وكمان نجيب فستان جديد ونجيب كيك وبلالين، وكمان ناخد صورتين حلوين كده علشان الذكرى. ده حتى كمان بيجيبوا لبعض هدايا وبيكتبوا عبارات كده اللي هو مبروك افرحي انت بدأتي حياة جديدة. بصوا، هو احيانا الشخص مش بيبقى فرحان ان الجوازة انتهت، بس هم قرروا يبصوا الموضوع من زاوية مختلفة، انها تكون خرجت من علاقة كانت مؤذية بالنسبة لها وبدأت صفحة جديدة في حياتها. بس السؤال هنا، هل فعلا حفل الطلاق طريقة صحية لتجاوز تجربة صعبة، ولا احنا بنمشي ورا الترند وخلاص؟